تتحرك سيارة بسرعة 30 عندما ضغط الفرامل. اوبا، اول ما تسمع كلمة فرامل يبقى السرعة هتتغير. يبقى انا شغال كده في عجل. توقفت، معطى مخفي. طالما توقفت يبقى السرعة النهائية بصفر. يبقى عين 2، خلاص ماشي القلم، عين 2 بصفر. يبقى اكيد ال 30 دي هتبقى هي دي ايه؟ عين 1. خلاص تمام. في 15 ثانية. ما مقدار العجلة وما نوع العجلة؟ أنا ممكن نعرف نوع العجلة دلوقتي. ليه؟ مش طالما توقفت يبقى السرعة قلت، يبقى دي عجلة إيه؟ تناقصية. احنا قلنا عين 1 بكام؟ عين 1 ب30 متر لكل ثانية. خلاص عين 2 بكام؟ بصفر. الزمن 15 ثانية. عايز العجلة. نكمل شوية كده بس. طب العجلة المجهولة. طب بص على وحداتك، متر، ثانية، مفيش تحويلات. طيب يبقى العجلة هتبقى ايه؟ العجلة هتبقى هي السرعة بس نربحها. كده المسألة جاهزة. يبقى العجلة هتساوي عين 2 ناقص عين 1 اللي هي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن. ده عين 2 بصفر ناقص عين 1 بكام؟ ب30 على الكام يا مستر؟ 15 فيها الاتنين متر لكل ثانية تربيع. تعال بقى نشوفوا فكرة التدريب الرابع ايه. بيقول لك سيارة متحركة بسرعة 20. لغاية دلوقتي أنا مش عارف 20 دي ابتدائي ولا نهائي ولا إيه. خلاص. وعند استخدام السائق الفرامل، خلي بالك يا صديقي، مش معنى استخدم الفرامل يبقى العربية هتقف. ممكن استخدم الفرامل والسرعة تقل. خلاص. قال لك إيه؟ قال لك اكتسبت عجلة تناقصية مقدارها 2 متر لكل ثانية تربيع. خلاص. يبقى هي كانت ماشية بسرعة كام؟ 20. استخدمنا على الفرامل، خدت عجلة مقدارها تناقصي. أكيد دي عجلة تناقصية. تمام. احسب سرعتها بعد. طيب كلمة سرعتها بعد دي يا صديقي يبقى هنا قصد ايه؟ يا مستر ده قاس سرعتها نهائية. نكتبه بقى عين 2. طب عين 2 دي هي اللي ايه؟ هي المطلوبة، علامة استفهام أو إكس. طب عين 1 بكام؟ ده عين 1 هتبقى 20 متر لكل ثانية. طيب الزمن كام؟ الزمن 8 ثواني. ثانية، متر، مفيش تحويل. طب فاضل لي مين؟ فاضل لي العجلة. خلي بالك بقى عشان هنا في معطى مخفي. معطى مخفي يعني في معطى أنا مش شايفه؟ مش شايفه. هو أعطيك بس دلالة ليه أو لفظ عليه. إيه اللفظ اللي عليه؟ قال لك عجلة تناقصية مقدارها 2. الاتنين دي مش 2، الاتنين دي -2. طب ليه -2؟ ما هو قال لك عجلة تناقصية. طب يا مستر أنا لو حطيت الاتنين من غير سالب، مسألة راحت مني في مكان تاني خالص، بقت العجلة كذا ودي. خلاص؟ طيب يبقى أنا -2 متر لكل ثانية تربيع. تمام؟ التكة دي خلي بالك منها، تناقصية يعني سالب. خلاص. في تكة تانية احسب سرعتها بعد. اوعك تروح مني. لازم اكتب القانون الاساسي. بما ان العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على الزمن. طب انا عاوز مين؟ عايز السرعة النهائية. يبقى اذا السرعة النهائية هتساوي السرعة الابتدائية زائد خارج أو حاصل ضرب العجلة في الزمن. السرعة الابتدائية بكام؟ ب20 زائد العجلة بكام؟ ب-2 في الزمن بكام؟ ب8 ثواني. طيب في العمليات الحسابية بنخلص مين الأول؟ أكيد بخلص الضرب. يبقى ال20 قاعدة زي ما هي وإشارتها كبيرة مستنية نضرب -2 في 8 ب-16. إشارة الكبير تنزل
يبقى 20 ناقص 16 بكام يا مستر؟ ب4 متر لكل ثانية. اوعك تقول لي تربيع عشان دي سرعة. طب تعالى اتأكد من حلك. هنا السرعة الابتدائية ب20، لما اتكيت او ضغطت على الفرامل بقت 4. منطقي.